السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل الفيديو اشتركوا في القناة عشان الصوت تكبر بيكم. يلا بينا بقى عشان فلوج كده او جولة سريعة في جنينة تعجبكم جدا جدا. لازم كده بعد اسبوع طويل ومتعب جدا مع المدارس والاولاد وكده، يعني لازم كده نشبع نفسنا ونروح حديقة بقى، نروح مكان يكون مثلا جديد عننا، عشان برضو تبداوا ان انتوا تجيبوا طاقه ايجابيه من اول وجديد، عشان تبداوا ان انتوا تدخلوا برضو الاسبوع اللي بعده في طاقه كده، وما يكونش في ملل في المدرسه والدروس والمذاكره. ربنا يعيننا ويعيننا جميعا يا رب. قلنا بقى ايه، نقضي الاجازه بتاعتنا كده في مكان يكون حلو وجديد. وبصراحه كان اختيار حلو، يعني ان هو بجد المكان جميل والخضره بقى والشجر ده، الحاجات دي بحبها جدا، بيتغير نفسيه خالص الحاجات الخضره دي. فالمكان النهارده رحنا منتزه الحلميه او حديقه الحلميه. جميله جدا، عايزه اقول لكم هي تبع القوات المسلحه. وتذكرتها مش غاليه، هي بالايام العاديه ب25، وجمعه وسبت ب30 عشان يوم الاجازه يعني. بس مش عايزه اقول لكم هي مش زحمه خالص. احنا كنا رايحين تقريبا 5:30 كده 6 كنا في الحديقه. في المكان بتاعها حلو قوي والمواصلات سهله، ركبنا مواصلات عادي خالص. وكمان هي عبارة عن حديقة وجواها ملاهي وجواها قاعات وجواها سيشن وجواها، يعني بصوا ما شاء الله هي كبيرة جدا من جوه وحلوة قوي. الأولاد بدأوا يلعبوا كده ويجروا، يعني بعد ما دخلنا الملاهي وكل حاجة طلعوا بقى بره في الجنينة قعدوا يلعبوا بقى وكده. المكان ما شاء الله واسع وحلو قوي وآمن بقى على الأطفال، لأن هم بيبقوا قدامك وبرده في بوابات وكده، فالموضوع مش اللي هو تخافي على ابنك ان هو يخرج ولا حاجة. هنا بقى كنت بوريكم الغروب بقى، يعني كنا لسه يعني الشمس بدأت تروح، يعني كانت الساعة داخلة على 6 وشوية. بشكل الغروب الشمس كانت جميلة قوي ما شاء الله، يعني أنا كنت عمالة اصورها لكم كل شوية. هنا ببصوا الخضرة، بصوا جميلة جدا، الحديقة نظيفة جدا. عايزة اقول لكم كل ما الدنيا تليل بقى الناس بتكتر، لان زي ما قلت لكم ان المكان فيه قاعات وسيشن، فما شاء الله لما بارك زحمة. بدأت تزحم بالليل. دي بقى دخلت الملاهي في اخر الجنينة خالص. فقعدنا بقى ندور وكده لحد ما لقيناها ودخلنا بقى مع الاولاد وكده. بعد ما دفع هي اصلا كل مصاريفها هو بس التذكره اللي بره للاطفال بقى، للكبار بس بيدفعوا تذكره، والاطفال الصغيره اللي هم مثلا 8 سنين 7 سنين وانتي طالعه بيدفعوا نص تذكره. اللهم صل على سيدنا محمد. والالعاب من جوه اي لعبه ب10 جنيه، الاسعار موحده جوه اي لعبه ب10 جنيه. في العاب كبار والعاب اطفال، مش اطفال بس. وكمان بره بقى في مطاعم فيها يعني اكلات، وفي كافيهات مشروبات وكده، يعني لا بصراحه شامله كل حاجه. والقعده جميله جدا هناك، يعني بصراحه احنا فضلنا قاعدين لحد بالليل. ما كناش عايزين نمشي بصراحه، الجو كان جميل بقى، الجو بس بدا يسقع وكده، حسينا خفنا على الاولاد ان هم يبردوا ولا حاجه، فبدانا نمشي على تقريبا 9 كده كنا مشينا تقريبا. لان احنا طولنا شويه، وما العيال بقى بداوا يلعبوا كده وخوفنا عليهم يبردوا وكده رحنا مشينا. بس بصراحة المكان جميل جدا، ويعني عايز باقي اليوم من اوله كمان. انا بحب الخروجات اللي هي بتاع دخلة الشتاء دي عن الصيف، ما بحبش الصيف خالص، ولا خروجات الصيف بجد بتبقى حر وزهق كده وما بحبهاش، مش عارفة ليه. خروجات الشتاء بتبقى احلى كتير، وبالذات بقى اللي هو الفصول اللي ما بين الصيف والشتاء دي بيبقى الجو بقى حلو قوي بالليل. بيبقى ولا ساقعة ولا حر، لا بيبقى حلو. هنا كل شوية اجيب لكم الشمس شكلها جميل قوي وهي بتبدأ تروح كده الغروب وكده. بس كده انا حبيت بقى اوريكم الخضره. المكان اصلا ما شاء الله واسع، وتحسوا ان هو متشابه من كتر ما الخضره شبه بعضها وكتير في كل مكان. فتحسوا ان في حاجات متشابهه. وهنا بقى كنا داخلين على قاعه، كان اول قاعه شفناها كانت قاعه فيها فرح اسلامي جميل جدا. قاعه بقى ايه مفتوحه بصوا اللي على الشمال دي، القاعه مفتوحه ما شاء الله على الجنينه، مش مقفوله، لا مفتوحه على الجنينه عادي. فكنا شايفين كل الناس اللي جوه، العروسه والعريس كنا شايفين كل حاجه، فما شاء الله كان جميل جدا. بس كده زي ما انتم شايفين. كنت بقى ايه بوريكم واحنا داخلين اسمه ده، اللهم صل على سيدنا محمد، داخلين الملاهي. بوريكم ان هنا في برضو كافيتيريا وفي كافيه. في كذا كافيه، يعني مش ده اللي احنا قعدنا فيه، وفي واحد تاني ناحية بقى الزرع وكده، كنا ده اللي قعدنا فيه بالليل.
وفي مطاعم برضو فيها اكلات ووجبات وكده بعد وفيها التجنيد كمان ملعب هو في كوره الحلمية بعد للاطفال. التجنيد. ده مكان هو سيشن طبعا اصلا كل وفرع مسابقه زي ما قلت لكم وقاعات، المكان شامل كل دي حاجه. كلها سيشن وقاعات. قاعات وعلى وسيشن الشمال هنا كان في وكمان ملعب ملاهي كورة. وكافيهات ما شاء الله بره هو وفي المكان مطاعم. شامل حاجات كتير جدا، ما شاء الله شامل وبجد حاجات مكان كتير حلو جدا، قوي. المكان واسع جدا جدا من ومش جوه. غالي، ان التذكرة ب وكمان 30 اماكن جنيه انتي لو التصوير تحفه دخلتي جدا، مثلا اتصورنا كتير قوي. ومش معاكي تصوير اطفال، هناك مثلا لو حلو قوي. دخلتي وطبعا دخلتي كافيه ولا حاجة الشكل جوه، لا بصراحة الخضره يعني الدنيا حلوه. الاسعار الحاجات غالية شوية الخضراء في كتير الكافيهات، بس والشجر بالنسبة الكلام ده لبره كله في هي هي التصوير يعني. بيبقى حلو قوي. بس المكان بصراحة حلو قوي. وتصورنا بس بقى بما يعني فيه يستحسن كفايه ان هو يعني بيبقى في الاطفال اكتر، الالعاب لان فعلا في هيتمتعوا اكتر الملاهي قصدي بالمكان يعني، لانه وبره واسع في وفي الاشكال ملاهي. بره الخضره بقى والكلام ده كله. بس كده زي ما انتم بجد شايفين كان التصوير حلو انا قوي زي ما هناك. قلت لكم المكان بس اسمه كده هنا كنا في منتزه ملاهي الحلميه او او حديقه العاصمه بتاعت الحلميه القوات تقريبا، مش المسلحه. مشكله. هو يعتبر في الحلميه ولعبوا بقى كل نفسها. اللعب اللي انتوا شايفينها دي بعد ما خلوش لان احنا ما شاء الله معانا اعمار مختلفه يعني. ففي اطفال حابه تلعب هنا وحابه تلعب هنا. احنا لعبنا العربيه، ملناش نفس نلعب احنا كمان الكبار، لا لعبنا العربيات. لكن الحاجات اللي بتدوخ دي قلت لهم انا هدوخ منها، مش هعرف اركبها. فانا ما ركبتش غير العربيات. ولعبه الحوت اللي هي الحوت دي برضو كبار وصغيرين. حلوه برضو، بس انا خفت اركبها لان الحاجات دي بتدوخني. واللعبه دي في منها كبار وصغيرين، اللي هي اللعبه بتاعت الكراسي اللي بتلف دي، في كبار وصغيرين. فاولادي ركبوا الصغننه دي. بس كده ده انتوا شايفين ده بالنسبه للحديقه او المنتزه الحلميه. عايزه اقول لكم حلو قوي. انا كنت موعده اولادي ان احنا نروح حمام سباحه وكده، بس الجو بدأ يبرد فكنت قلقانه عليهم وخايفه يبردوا. فقلنا ملاهي احسن وكده، برضو حاجه تغير النفسيه كده برضو من المدارس والدروس. احنا بقناش كتير يعني ما كملناش شهر. بس عايزه اقول لكم الواحد بدأ يزهق والله، ربنا يعيننا وينا جميعا. فلازم كده نفصل احنا الكبار عن يعني الصغيرين. يلعبوا وبتاع، بس احنا كمان لازم نفصل شويه برضو عن جو المدارس والدروس والمذاكره. فالحمد لله خرجنا خروجه حلوه وبرضو مش مكلفة، يعتبر اقتصادية. يعني حاولوا كده من وقت للتاني خرجوا أولادكم حتى لو خروجة بسيطة كده، بس بجد هتفرق في نفسيتهم وفي نفسيتك انت كمان. بس كده ده الفيديو بتاع النهاردة، حبيت أشارك معاكم. اليوم ده المفروض كان يوم الجمعة اللي فات، الفيديو معلش اتأخر عليكم شوية. بس حبيت انزله لكم وبرضه افصل شوية عن الروتينات عشان ما تزهقوش مني وتملوا. حبيت اعمل لكم فلوقة كده او جولة في الجنينة اللي احنا رحناها او في المكان اللي احنا رحناه او الخروجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.